اهلا بكل محبي ملخصات الاكشن في كل مكان. لو انت من الناس اللي بتعشق الاثاره والحركه يبقى انت في المكان الصح. جهزوا نفسكم علشان هنغوص في اكشن ملوش حل. يلا بينا نبدا. الفيلم بيبدا النهارده في بيت هانزو سنه 1617. مراته بتطلب منه يجيب لها شويه ميه، وابنه الصغير بيروح يطمن على اخته اللي بتعيط. هانزو بياخد الجردل وبيمشي ناحيه البير، لكن في الوقت ده الام بتسمع صوت خناقه بره، وبصت من الشباك تلاقي الحراس بيتقتلوا واحد ورا التاني. بسرعه بتاخد بنتها وبتخبيها تحت الارض، لكن فجاه بيظهر مقاتل اسمه صاب زيرو وبيقفل عليها الطريق وبيسألها عن هانزو، لكن لما بترفض ترد عليه بيستخدم قوته السحريه وبيجمدهم هما الاتنين ويموتهم. هانزو بيسمع الصوت وبيجري بسرعه، لكن اول ما بيوصل بيلاقي كل الحراس مقتولين، وبيبص بيلاقي مراته وابنه متجمدين. بيحس بصدمه وحزن رهيب، لكن فجاه مجموعه من مقاتلي صاب زيرو بيهجموا، بس هانزو مش اي حد، ده محارب قوي جدا وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بسهوله، حتى انه بيرمي سيفه على واحد داخل البيت وبيقتله على طول. بعد شويه بيجي فريق تاني من الاعداء، فهانزو على طول بيطلع السكينه بيربطها بحبل وبيبدا بيهاجمهم بكل غضب انتقاما لمراته وابنه، وبيخلص عليهم واحد واحد بدون اي رحمه. بعدها بيبدا يدور على صاب زيرو، واول ما بيشوفه بيقول له انا النهارده هو اليوم اللي مصيره ينتهي فيه، وانه مش هيسيبه بعد اللي عمله في عيلته. بس المشكله انهم مش فاهمين بعض. صاب زيرو بيتكلم صيني وهانزو بيتكلم ياباني، لكن رغم كده بيكون واضح ان القتال هو الحل الوحيد. هانزو بيبدا الهجوم بكل قوته، لكن صاب زيرو مقاتل خطير والمواجهه بينهم بتكون في قمه الصعوبه. صاب زيرو بيوجه له طعنه قويه في بطنه وبعدها بيحاول يجمده بالجليد. الفيلم بيكمل والقتال ما زال مستمر. هانزو بيتفادى الهجوم في اخر لحظه وبيتمكن من اصابه صاب زيرو بسكين في بطنه. القتال بينهم بيستمر بعنف لحد ما صاب زيرو بيشيله ويرميه من الشجره بقوه، وبعدها بيمسك بسلاحه ويوجه له ضربه قاتله وبيخلص عليه تماما. بس رغم كده هانزو لسه عنده شويه حياه فيها، بيحاول بكل قوته يقوم علشان يطمن على بنته، لكنه كان مصاب اصابه خطيره وبالنهايه بيموت. وفجاه بيظهر شخص غامض اسمه بريدان بيدخل البيت وبيلاقي بنت هانزو الصغيره لسه مستخبيه تحت الارض، فبياخدها وبيختفي من المكان. وبعد كده بنكتشف ان الارض على وشك كارثه كبيره، ولو خسروا بطوله تانيه عالم وحشي من بعد اخر هيسيطر على كل حاجه. لكن في نبوه ان في مجموعه ابطال هيخرجوا من نسل هانزو وهم اللي هيقدروا يوقفوا الغزو ده. قاعده تك كتير كده. بعد مرور سنين طويله بننتقل لواحد اسمه كول وهو بيجهز لماتش ملاكمه. الراجل المسؤول عن القتال بيخش عليه وبيقول له انه هيواجه مقاتل اسمه راميريز وبيحذروا منه لانه سريع وقوي جدا. الماتش بيبدا وكول بيدي ضربات قويه لمنافسه، لكن فجاه واحد غامض بيدخل القاعه وبيبدا يراقب القتال. كول في البدايه بيكون مسيطر وكان خلاص هيكسب، لكن راميز بيستغل لحظه غفله وبيمسكه من رقبته وبيخنقه لحد ما كول بيضطر يستسلم. بعدها بننتقل للعالم الاخر وبنشوف صاب زيرو في زيه الجديد وهو بيتكلم مع قاده وبيقول له ان النبوه ممكن تتحقق، وده معناه انهم ممكن يخسروا البطوله العشره. لكن صاب زيرو بيرد عليه بكل ثقه مفيش حاجه اسمها نبوه، انا قتلت هانزو بايدي ومفيش حد من نسله عايش. بس القائد مش مقتنع وبيقول له مش هنسيب اي فرصه، انزل على الارض واقتل كل الابطال اللي هناك. بننتقل تاني للارض وكول بيبدا يحس بهلاوس غريبه، لكنه مش مهتم. بيروح لبنته علشان ياخدها ويمشي، فبتديله تعويذه صغيره وبتقول له دي هتحميك دايما في اللحظه دي. الراجل اللي كان بيراقبه بيظهر وبيعرفه بنفسه، اسمه جاكس. بيساله عن الوشم اللي على شكل تنين اللي عنده وبيساله جبت العلامه دي منين. بنته بترد عليه بسرعه مش وشم، ده اتولد بيه. كول بيقول له انه مبسوط انه قابله وبيمشي. بعدها بيروح المطعم مع بنته وبتوصل مراته وبتساله عمل ايه في الماتش. بيرد عليها انه تمام وعلى رجله وبياخدها علشان تجيب اكل من المطعم. في الوقت ده جاكس كان بيراقبهم وبيبلغ حد في التليفون انه تاكد من الوضع. وفجاه التلج بيبدا ينزل. مراته بتستغرب جدا لاننا في عز الصيف، وفجاه صاب زيرو بيظهر في المكان بيرفع الجليد وبيبدا يهاجم كل اللي حواليه. كول بيجري بسرعه على بنته، لكن جاكس بيوصل في اللحظه المناسبه بياخد معاه في عربيته وبيجري من المكان فورا. في الطريق كول بيسال جاكس عن الراجل ده. جاكس بيقول له انه ايا كان فهو عايز يقتلهم هما الاثنين. بعدها بيوريه علامه التنين اللي عنده وبيقول له ان هو كمان واحد من الابطال المختارين، وان الشخص ده مش هيبطل لحد ما يخلص عليه وعلى اي حد في طريقه. بيشرح له ان العلامه دي مش مجرد وحمه، لكنها دليل على انه واحد من المختارين للقتال. جاكس بيسوق في الشارع جانبي، لكنه بيتفاجئ ان صاب زيرو واقف قدامه. بينزل جاكس من العربيه بياخد سلاح ويدي كول عنوان علشان يدور على واحده اسمها سونيا. بعدها جاكس بيواجه صاب زيرو بكل قوته. اول ما بيدخل المبنى بيلاقي كله متجمد. فجاه صاب زيرو بيظهر وبيهجم عليه بعنف. جاكس بيحاول يدافع عن نفسه حتى بالسلاح، لكنه مش قادر يعمل حاجه. صاب زيرو بيستخدم قوته في التجميد، بيجمد الطلقات نفسها، وبعدها بيفضل يهجم عليه لحد ما بيمسك ايده يجمدهم ويكسرهم وبيرميه من فوق المبنى. جاكس بيقع على الارض ومصيره بيكون واضح. في الوقت ده كول وعيلته بيوصلوا لمكان امن وبيقول لمراته انه لازم يواجه الشخص ده لانه لو وصل لهم هيقتلهم كلهم. فقرر يروح يدور على سونيا علشان يفهم ايه اللي بيحصل. بننتقل تاني للعالم الاخر وبنشوف واحده اسمها مالينيا
بتتكلم مع القائد وبتقول له ان ساب زيرو قتل واحد من الابطال لكن واحد تاني قدر يهرب. القائد بيطلب منها تزود قوه القتال وتوصل له بسرعه، لكن مالينا بتحذره ان رادين ممكن يكتشف انهم بيكسروا القواعد، لكنه بيرد بكل عليها بكل برود ما تقلقيش من ده، وبيقول لها تبعت واحد اسمه سيسوس علشان يخلص عليه نهائيا. في الوقت ده كول بيوصل للمكان اللي جاكس قال له عليه، لكنه بيتفاجئ بواحده بتهاجمه بسرعه رهيبه وبتتمكن منه تماما. كول بيوقفها بسرعه بيقول لها انه بيدور على سونيا وانه جاي من طرف جاكس، فبتساله انه يوريها العلامه، واول ما شافت قالت له انها سونيا واخدته معاها جوه البيت هناك. الكل كان عارف انها كانت مع جاكس في الجيش وانها جزء من القوات الخاصه. بعد كده اخدته لمكان سري جوه البيت وبدات تشرح له انها جهزت المكان ده علشان العمليات السريه اللي ليها علاقه بالعلامه دي. بتحكي له انه من 7 سنين كانت هي وجاكس في مهمه في البرازيل، وهناك اكتشف ان الهدف اللي بيطاردوه عنده قدرات خارقه وقدر يدمر الفرقه بتاعتهم في ثواني، وكان عنده نفس علامه التنين. واول ما جاكس قتله العلامه اتنقلت له، ومن وقتها وهي بتدور على تفسير اللي حصل، ومن خلال ابحاثها اكتشفت ان في عوالم تانية احنا ما نعرفش عنها حاجه، وبتقام فيها بطولات سريه الناس اللي بيشاركوا فيها عندهم نفس العلامه، والبطولات دي اسمها مورتال كومبات. بس كل مش مقتنع وحاسس انها مألفه القصه دي كلها، لكن سونيا بتصر انها حقيقه وانهم بيدوروا على ناس تانية زيه من فتره طويله، لكن للاسف اغلبهم ماتوا فجاه. وهو بيبص على صور هانزو الرؤيه اللي كانت بتجيله بدات ترجع تاني، وبدا يحس بحاجه غريبه. في اللحظات دي سمع صوت جاي من جوه، فبص لقى واحد اسمه كانو. سونيا بتقول ان كانو ده مرتزق من ساحه التنين الاسود وتاجر سلاح ومهرب مخدرات ومتورط في كل حاجه غير قانونيه ممكن تتخيلها. كمان هو واحد من المختارين لانه قتل واحد من الابطال والعلامه انتقلت ليه. بس كانو ما كانش بيبطل كلامه، كان مستفز جدا لحد ما سونيا ضربته ببوكس عشان تسكته. وفجاه حاجات غريبه بدات تحصل، النور قطع وبعدها سمعوا صوت حاجه بتدوب السقف، وبدات حاجات تقع من فوق. الحاجه دي كانت غير مرئيه وبدات تهاجم كول وخطفت كانو ورمته ناحيه السقف. سونيا طلعت سلاحها وبدات تضرب النار على الكائن ده، واتضح انه سحليه من العالم الاخر عندها قدره الاختفاء. السحليه هجمت على كانو وخدشته في وشه، وسونيا حاولت تضربها بالسكاكين لكن بالغلط واحد منهم اصاب رجل كانو. السحليه طلعت على السقف وبدات تقطر حمض من بقها، والحمض ده كان بيدوب الحديد. بعدها هجمت على سونيا وكول تاني، والمشكله انهم مش قادرين يشوفوها اصلا. بس فجاه كانو استخدم الحراره علشان يسيح الحديد في ايده، وبعدها شد السكينه من رجله وبدا يهجم على السحليه بكل قوته. كلهم اتضحوا وبداوا يهاجموه سوا، بس فجاه السحليه مسكت كانو بلسانها الطويل وسحبته. كول بسرعه رمى سكينه لسونيا اللي استغلت الفرصه وغرزتها فيه، وكانو شد السكينه وغرز ايده جواها لحد ما سحب قلبها وخلص عليها نهائيا. لكن للاسف كل ابحاث سونيا اتحرقت بسبب الحريق اللي حصل. بس الحاجه الكويسه ان كان عارف مكان المعبد اللي كانت بتدور عليه واللي اسمه رايدن. المعبد هو المكان اللي بيدرب فيه الابطال للبطوله. لما سونيا طلبت منه ياخدهم للمعبد رد عليها بكل سخريه، انت ربطتيني في المخزن وطلعتيني على في رجلي ودلوقتي عايزين اوصلكم. وخرج من البيت، لكن سونيا وقفته وعرضت عليه 2 مليون دولار مقابل انه يدلها على المكان. كانه اتفاجئ وقال لها انت عايشه في الخرابه دي وعندك 2 مليون؟ سونيا سابته ودخلت، لكنه بسرعه قال لها 3 مليون وانا هاخدكم بنفسي. سونيا وافقت، لكن كول استغرب وسالها بجد عندك 3 مليون؟ فردت عليه وهي بتضحك، حد عايش في الخرابه دي وهيجيب منين 3 مليون؟ تاني يوم كانه اتصل بحد من معارفه وجاب طياره وانطلقوا هم في رحلتهم. وكالعاده كول فضل يشوف احلام عن المحارب هانزو اللي كان بيطلب منه يحرره، لكنه ما كانش فاهم معنى الحلم ده. بعد شويه وصلوا المنطقه قبل المعبد، وكان لازم ينطوا بالمظلات ويكملوا رحلتهم في الصحراء. المشي كان طويل ومتعب لحد ما كانه قرر يقعد يرتاح، فكول طلب منهم يدلهم على الطريق عشان يكملوا، لكن كالعاده كانه رفض وبدا يستفز سونيا علشان يخليها تتخانق معاه، لدرجه ان هو قال لها لو عايزه العلامه اللي معاها تقتله وتاخدها. سونيا عصبت منه ومسكت السكينه لفت حواليه وقدرت تثبته وحطت السكينه على رقبته، لكنها في الاخر ما قدرتش تقتله وسابته يكمل معاهم. بعد شويه شافوا حد واقف على الجبل، وكانه بسرعه طلع السكينه علشان يهاجمه، لكن الشخص رمى كرة نار في الهواء وقال لهم انا مش عدوكم، وعرفهم بنفسه اسمه لولو كانج من لايت اوردر في معبد شاولون، وقال لهم اخيرا وصلتوا علشان تدوروا على رايدن المعبد. كان مبرور وفضل يساله ازاي قدر يطلع نار من ايده، وان هو كمان هيقدر يبقى عنده قوه زي كده ولا لا. لولو كانج رد عليه وقال له ان في حاجات كتير هيتعلمها لكن مش دلوقتي، وطلب منهم يتبعوه. فضلوا ماشيين مسافه طويله في الصحراء لحد ما وصلوا اخيرا للمكان اللي فيه معبد لو. كانج شرح لهم ان المكان ده مقدس من الاف السنين، وقال لهم انهم لازم يبداوا التدريب عشان يستعدوا للبطوله اللي جايه. لو كينج اخدهم لمكان سري، وكانه بص له بسخريه وقال له ما تقوليش انك هتفتح باب سري، لكن لو كينج فعلا فتح باب سري ودخلهم جوه رايدن المعبد. هناك شافوا رسومات حيه على الجدران
زي اللي سونيا كانت مجمعاها، وكلها بتحكي عن البطولات والمعارك اللي حصلت قبل كده. كول وقف قدام رسمه لشخص بيتقتل، وكان معاه نفس السلاح اللي بيشوفه دايما في احلامه. لو كينج قال لهم انهم لازم يبداوا التدريب بسرعه قبل ما الاعداء يهاجموهم، لكن في الوقت ده كانه سرق سلسله من المكان وخباها، لكن ليه كان واخد باله وكمل كلامه وقال لهم لو ما كسبتوش البطوله الجايه هيقتلوا كل حد بتحبوه، وكل واحد فيكم لازم يكتشف قوته الداخليه. بعدها طلب من كانه يرجع السلسله لمكانها، واخدهم لمكان تاني، وهناك سونيا اتصدمت لما شافت جاكس وهو شبه ميت. لو كينج شرح لهم ان مهمته كانت انه يجمع الابطال المختارين، وكان بيدور على علاج لجاكس لكنه ما قدرش يلاقي حاجه. طلب منها تكون صبوره لان الرهبان بيحاولوا ينقذوه. بعدها وداهم لمقابله الزعيم رايدن، لكن اول ما شافهم قال لكول انه جسديا وعقليا مش جاهز للقتال، وقال لسونيا انها مش عندها العلامه. اما كانه فقرر يكهربه على طول، وهو بيقول له انه مغرور وما عندكش قوه. رايدين شرح لهم ان العالم الخارجي كسب 9 بطولات متتاليه، ولو كسبوا بطوله كمان هيسيطروا على الارض بالكامل ويمسحوا البشريه تماما. وبما ان ما كانش فيه اي امل، مستر رايدن كان ناوي يسيبهم ويمشي، لكن كل قال لهم انهم هيقتلوا عيلته وطلب منه يساعدهم علشان يحميهم. بعد شويه لو كينج كان قاعد بيتامل فجاه، لكنه فجاه حس بحاجه غلط. النار بتاعته طفت، وفجاه صاب زيرو وصل المكان وهجم لو كينج. كان خلاص هينهي عليه، لكن محارب قوي اسمه كونج وانقذه في اخر لحظه، ووقف جنبه مستعد للقتال. بس المصيبه الاكبر ان زعيم العالم الخارجي شانجا وقال لاتباعه ان الوقت حان علشان ينهوا كل حاجه وياخدوا اللي هم عايزينه. لكن فجاه رايدن وصل وامرهم انهم يسيبوا المكان فورا لان وقت البطوله لسه ما جاش. لكن شانجا باستهزاء قال لهم ان القتال بره البطوله مسموح، وسخر منه من مقاتليه وامر اتباعه انهم يقتلوهم كلهم. في اللحظه دي رايدن ضرب الارض بعصايه وخلق حاجز من البرق بينهم وبين الاعداء. شانجا قال الحركات دي مش هتحميك للابد، ووعدوا انهم هيتقابلوا تاني. وبعدها مش هو واتباعه. صاب زيرو بص لهم كلهم وبعدين مشي وراه. اما كانه فكالعاده ما كانش مهتم باي حاجه بتحصل، كل اللي كان في دماغه انه يكتشف قوته الخارقه. بعدها لو كينج اخدهم لساحه التدريب وشرح لهم ان القوه الداخليه لكل واحد بتيجي من جوه، وان هدف التدريب هو انهم ينقذوا القوه دي. بدا التدريب. لو وقف سونيا وقال لها اي حد من غير العلامه دي هيكون عبء على الباقيين، وطبعا كانه ما ضيعش الفرصه وبدا يسخر منها يقول لها انها عديمه الفايده. بعدها كول بدا يقاتل كونج لو علشان يكتشف قوته من خلال القتال، وكانه واجه لو كينج، لكن في الحقيقه ان مستواهم كان ضعيف جدا قدامهم، وكونج لو كانج مسحوا بيهم الارض في التدريب. في الوقت ده سونيا كانت بتطمن على جاكس، واتصدمت لما شافت صحي من الغيبوبه، بس المشكله انه مش فاكر اي حاجه حصلت. جاكس كان مصدوم لما شاف انهم ركبوا له دراعات معدنيه، وكان متضايق جدا للي حصل له. بعدها لو كينج بدا يعالج جرح كول، فساله كول ازاي ممكن يكتشف قوته. لو كينج شرح له ان القوه بتيجي من روح الشخص نفسه، ولازم الواحد يتبع روحه علشان يوصل لها. وقال له ان لما كان طفل كان يتيم ومشرد في الشوارع لحد ما شانج لقاه، وطلب منه يقتل واحد من تجار الاطفال اللي كان عنده علامه التنين. من وقتها العلامه انتقلت ليه واصبح واحد من المحاربين المختارين. كول كمل تدريبه مع كونج لو، لكن رغم كل المحاولات لسه مش قادر يلاقي قوته الداخليه. وفي نفس الوقت ده جاكس كان بيحاول يتاقلم على دراعاته الحديديه، لكنه كان حاسس باليأس تماما وكان بيقول بقى عديم الفايده. لكن سونيا حاولت ترفع معنوياته وقالت له انه لازم يقوم ويتدرب علشان يتعود عليهم. بعد شويه كلهم اتجمعوا على العشاء، وطبعا كانه كالعاده كان بيسخر من كل اللي قاعدين. كونج لو اتضايق منه وقرر يستفزه ويضايقه بكلام يخليه يتعصب. وبعدها لو كينج انضم ليه وفضل يهينه هو كمان لحد ما كانه فقد اعصابه تماما. كانه صرخ فيهم وقال لهم انتوا عارفين انا مين؟ انا مطلوب في 35 دوله بجرائم عمركم ما سمعتوا عنها. فضل يزعق في كل اللي قاعدين، لكن فجاه خرج شعاع ليزر من عينه. الليزر قطع قبعه كونج لو كاد يحرق كل اللي قاعدين. كان واقف مصدوم من اللي حصل، لكنه في نفس الوقت كان مبسوط جدا انه اكتشف قوته الداخليه. بعدها قرر يستفزه كول تاني بنفس الطريقه علشان يحاولوا ينقذوا قوته. كانه فضل يضربه لكنه كان بلا فايده. كول بدا يحس بالاحباط واليأس وقرر ينعزل لوحده. في اللحظه دي رايدن ظهر له قال له بصراحه انت فشلت في انك تلاقي قوتك وبقيت عبء على الفريق. كول ساله طب ليه انا عندي العلامه ليه انا الوحيد اللي اتولدت بيها؟ رايدن صدمه بكشف الحقيقه وقال له ان العلامه دي دليل على اصله، لكن كول رد عليه وقال له انا مجرد يتيم من ساوي السيد. لكن رايدن كشف له المفاجاه الكبرى انه من نسل واحد من اعظم محاربين نينجا في التاريخ، هانزو هاسيشي، اللي اتقتل هو وعيلته على ايد الراجل اللي بيطارده دلوقتي. ومن وقت موت هانزو روحه نزلت لنسيرين علشان يدور على الانتقام. رايدن كمل كلامه وقال له هانزو قدر ينقذ اخر طفل من عيلته، والعلامه انتقلت عبر الاجيال في سلالته. وبعدين قال له كنت متوقع ان الدم القوه دي يظهر فيك. بعدها رايدن فتح بوابه من البرق وقال له يرجع لعيلته. وفي الوقت ده في العالم الخارجي زعيم العالم استدعى محاربه جديده اسمها نسيرة وجاب لها
معاه 2 محاربين جدد، كابلو وريكو. قال لهم انهم قريبين جدا من السيطره على الارض، لكن لازم يتخلصوا من الابطال باسرع وقت ممكن. المشكله الوحيده كانت الحاجز اللي رايدن عاملها، وكان لازم يلاقوا طريقه لكسره. فبيقترح عليهم واحد يعرفه كويس كانه، وقال لهم الراجل ده حقير وهو السبب في اني بقيت بعتمد على رئه جديده. وبعدين قال بكل ثقه انا هتصرف معاه. كمان جابوا محارب ضخم ب4 أذرعة اسمه جورو علشان يكون معاهم ضد الابطال الارض ويخلص عليهم. بعدها كبير رباح كانوا يحاولوا يقنعوه انه يقف مع الطرف الغلط، ووعدوا بمكاسب ضخمه لو انضم ليهم، وقال له هتعيش عمرك كله بتعد الفلوس ومش هتعرف تخلصها. كانه اول ما سمع كلمه فلوس بص له وقال له ايه المهمه كانت يروح لتمثال التنين ويستخدم الليزر بتاعه علشان يحطمه، وده هيخلي الحاجز يختفي. القتال بين الاتنين كان عنيف جدا لحد ما جورو جه ووجه له ضربه قويه طيرته بعيد مره تانيه. لكن المفاجاه ان كول لقى خناجر طالعه من البدله بتاعته. بدون تردد رجع للوحش وهاجمه بقوه وقدر يقطع ايده وجرحه في بطنه، وبعدها غرز الخنجر في دماغه لحد ما وقع على الارض مهزوم تماما. اول حاجه عملها كول بعدها انه رجع بسرعه لمراته وبنته علشان يتاكد انهم بخير. في نفس الوقت جاكس فاق من فقدان الوعي وجري ناحيه سونيا علشان يرفع الصخره اللي كانت فوقها، لكن المشكله انها كانت تقيله جدا وما قدرش يحركها. وفجاه دراعاته اتحولت لدراعات حديديه قويه جدا. في اللحظه دي قدر بسهوله يرفع الصخره ويرميها بعيد. وفجاه مستر رايدن ظهر وفتح بوابه لكول علشان يرجع. وقتها شان كان متاكد انه خلى المقاتلين يكتشفوا قواهم، لكنه اتفاجئ لما رايدن كشف له ان كول من نسل هانزو. رايدن فتح بوابات رعديه لنقل كول والمقاتلين، لكن فجاه صاب زيرو وقف قدام كول وكان على وشك ان يقتله، لكن كونج لو رجع في اللحظه المناسبه ووقف قدام صاب زيرو علشان يحميه. شانكر يتخلص من كونج، لكن المشكله ان كونج ما قدرش يعمل اي حاجه ضده، وشانج سحب روحه قدام الكل. كول رجع بسرعه من خلال بوابات الرعد، ومستر رايدن نقلهم كلهم لعالم فيبو، وهو عالم بين الارض والعالم الخارجي، مكان ما حدش يقدر يوصل له. رايدن اعتذر للو كينج عن خساره صديقه كونج، وشرح لهم انه محظور عليه التدخل في معارك الارض. وقتها طلع سلاح اللي كان مع مستر هانزو وقال لكول ان الدم اللي عليه هو دم اجداده، استخدمه في القتال وروح هانزو هتقاتل معاك. وبما ان الاعداء ما التزموش بالقواعد فقرروا يخططوا لانهاء كل واحد منهم بشكل منفرد. كول سأل رايدن هل يقدروا يروحوا في اي مكان. رايدن وافق وبدا كول يقسم الابطال. جاكس هيروح يواجه ريكو، سونيا هتروح لكينو لكنه حذرها من الليزر اللي بيطلعه، ولو كينج هيتعاملوا مع ميلينيا وكابل، وفي الاخر كلهم هيتحدوا مع بعض ضد صاب زيرو لانه مقاتل قوي جدا ومحدش يقدر يواجهه لوحده. كل بطل كان عنده دافع للانتقام، علشان كده القتال كان عنيف جدا. جاكس قدر يتعامل مع ريكو واخد المطرقه بتاعته وفضل يضربه بيها في وشه لحد ما في النهايه سحق راسه بالكامل بدراعاته الحديديه. سونيا راحت لكانو وفضلت تخدعه جوه بيتهم اكتر من مره لحد ما الاتنين دخلوا القتال مباشر. كانو طلع بره البيت ومسكها من رقبتها وكان على وشك ينهي عليها، لكنها مسكت تمثال من الارض وغرزته في عينه وقضت عليه نهائيا. بما انها قتلت واحد من المختارين العلامه اتنقلت ليها وكانت فرحانه جدا بيها. في الوقت ده لو كينج كان بيقاتل كابل، لكنه كان غاضب جدا بسبب موت كونج لو، فهاجم كابل بقوه رهيبه واستخدم اسلوب القتال السري واستدعى تنين ناري ضخم اللي هاجم كابلو قضى عليه بالكامل. من ناحيه تانيه ميلينيا كانت بتهاجم كول، لكن مشكلتها انها بتتحرك بسرعه رهيبه وكول ما كانش قادر يتعامل معاها لحد ما وصلت اخيرا لسونيا واللي استخدمت قوتها الجديده ودمرتها في ثواني. في نفس الوقت عاليه كانت بتلم حاجتها وقالت لبنتها انهم لازم يهربوا قبل ما مخلوق غريب يهجم عليهم تاني، لكن قبل ما تخلص كلامها اتفاجئت بوجود صاب زيرو في بيتهم. كول رجع بسرعه ورا الميداليه اللي بنته مديها له، لكن صاب زيرو لمسها وحولها لجليد وكسرها قدامه. كول اندفع عليه علشان يهجم، لكن صاب زيرو خطفه ونقله لمكان تاني، وهناك لقى مراته متجمده بالكامل. صاب زيرو بص لكول وقال له ان اللحظه دي هي النهايه لسلاله هاساشي، وبدا يهجم عليه بعنف جمده ورماه بعيد. وفجاه كول بدا يبص حواليه واتصدم لما شاف بنته كمان متجمده. الغضب اشتعل فيه، مسك سلاح هانزو وهجم عليه صاب زيرو، لكن صاب زيرو خطف السلاح منه بسهوله، لكن اول ما كول مسك السلاح تاني السلاح نور فجاه. وقتها صاب زيرو استوعب انها نفس السلاح اللي كانت مع هانزو وكان على وشك انه يقتل كول، لكن فجاه سلاح ثار في الهواء وضرب صاب زيرو. وهنا صاب زيرو اتصدم لما شاف هانزو قدامه متحرر من سجنه. هانزو مسك صاب زيرو وبدا يهجم عليه بعنف. الانتقام كان مالي عينه، نزع القناع من وشه وقال له فاكر الوش ده، وهاجمه بكل قوته. والقتال استمر لفتره طويله جدا، وفي الوقت ده كول كان بيحاول يحرر بنته من الجليد لكنه ما قدرش. لكن هانزو شاف البنت وافتكر اللي حصل لعيلته على ايد صاب زيرو، فغضبه زاد اكتر وبدا يهجم عليه بشراسه اكتر واكتر. وقتها كول انضم لهانزو وهاجموا صاب زيرو وسيطروا على القتال تماما، لكن صاب زيرو قدر يجمد هانزو بالكامل. كول كمل القتال لوحده وفي نفس الوقت كان بيحاول يحرر بنته، وفي النهايه هانزو قدر يحرر ايده واطلق النيران قويه حررت بنت كول ومراته من الجليد.
الجليد. كول رجع بسرعه وانضم لهانزو في الهجوم لحد ما قدروا يهزموا ساب زيرو ويطرحوه على الارض. هانزو بص لكول وقال له سيبه ليا، وبعدها شرح القناع تاني وقال لساب زيرو مش كنت عايزني احترق في الجحيم؟ استغليت كل السنين اللي فاتت علشان اتعلم اتحكم فيها. وفجاه هانزو اطلق النيران من بقه على ساب زيرو وفضل يحرقه لحد ما خلص عليه تماما. في النهايه هانزو بص لكول وقال له يحافظ على نسلهم، وبعدها اتحول لنار واختفى تماما. في اللحظه دي مستر رايدن ظهر مع باقي المقاتلين. بص لكول وقال له مش قادر اصدق اللي عملته، انا فخور بيك جدا. كول قدام عيلته الاصحاب الجدد وكلهم رحبوا بيه، لكن فجاه شينجي هار من تاني وبكل ثقه قال لهم ما تفتكروش انكم فزتوا المره دي، ده مش معناه اني مش راجع. وبعدها جمع جثث المقاتلين الميتين وبص رايدن وقال له المره الجايه هرجع لكم بجيوش مش هتعرفوا تقفوا قدامها. رايدن عرف انهم ما كسبوش المعركه، لكن الحرب لسه ما انتهتش، وطلب منهم يستعدوا لاي قتال مفاجئ، وقال لهم لازم يدوروا على باقي الابطال المختارين علشان يكونوا مستعدين لمواجهه مقاتلي العالم الاخر. وهنا الفيلم انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده.